وسط أجواء فرحة وسعادة غامرة سيطرت على الوجوه، كان هذا الإفطار الجماعي لسكان قرية أبو شنب في مركز إبشواي على أطراف محافظة الفيوم. إفطار له مذاق مختلف، فهو يأتي احتفالا بعودة 6 من سكان القرية الذين عادوا بعد قضائهم لأكثر من 20 شهرا كمعتقلين في سجون الدعم السريع في السودان. المصريون العائدون هم تجار تصادف وجودهم في الخرطوم بعد اندلاع الصراع المسلح بين قوات الجيش والدعم السريع. عناصر الدعم السريع لم تطلق سراحهم لأكثر من 1 و8 أشهر عاشوا من خلالها تجربة في غاية القسوة. اللي قبضوا علينا من المكان اللي احنا كنا فيه، كنا قاعدين حاسين بضاعتنا، كان عندنا بضاعة ضخمة موجودة في المخازن، بضاعة مبالغ كبيرة، لحد ما جه الدعم السريع جاوا للناس بأسلحة ماشي، فأخدونا. في اليوم الأول كانت المعاملة كانت صعبة، وبعد كده المعامله كانت سيئه طبعا. كنا محبوسين مع السودانيين ومع جنسيات مختلفه، يعني الدعم السريع كان معظم الناس اللي كان حابسها كانوا مواطنين اصلا، وكانوا بيقولوا علينا ان احنا مرتزقه. وعلى الرغم من التأكد من أن المصريين المعتقلين لا علاقة لهم بالسياسة، إلا أن فترات الاعتقال طالت وتخللتها عمليات إهانة وتعذيب. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أمر باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لاستعادة المصريين المختطفين من قبل الدعم السريع، حيث تمكنت الأجهزة المصرية المعنية في تحرير المصريين المختطفين بالتنسيق مع الجيش السوداني ليتم نقل المصريين المحررين من مناطق الاشتباكات وسط الخرطوم إلى مقر السفارة المصرية في بورسودان قبل تأمين عودتهم إلى مصر وسط احتفالات الأهل والجيران. احنا كنا ميتين، اتواصل معايا خطوة بخطوة لحد ما طلعنا من داخل سجون الدعم السريع لحد ما استلمنا الجيش السوداني. كل مكان يستلمنا فيه الجيش السوداني برضه كان بيتواصل معايا وبيعرف المكان اللي احنا فيه وبيطمني وبيقول لي كل موضوعكم ما تقلقوش من اي حاجة، احنا وراكم بكل ما نملك. لحد ما ربنا كرمنا وصلونا طبعا لحد السفارة المصرية في بورسودان. سكان القرية أشادوا بجهود السلطات في تأمين عودة أبنائهم بعد أن كادوا أن يفقدوا الأمل في عودتهم إلى بلدهم. ونشكر الدولة المصرية لأنهم بذلوا أقصى الجهد في أنهم يرجعوا لنا عيالنا. فرحة الأهل والأقارب بعودة المختطفين المصريين من السودان ستنجح في جلب السعادة إلى أسرهم، ولكنها لن تنجح في محو آثار أكثر من 20 شهرا من التعذيب في سجون الدعم السريع. أحمد عثمان، العربية، محافظة الفيوم.